في راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. حكاية الأستاذ حسن، شريف صبري. حكاية الأستاذ حسن. حكاية الأستاذ حسن، لطفي عبد الحميد، إسلام فارس، سهير طه حسين، عادل خلف. حكاية الأستاذ حسن، تأليف لطفي عبد الغني، إخراج محمود فتح الله. خير يا أستاذ سالم؟ وهيجي الخير منين بس يا حضرة الناظر؟ طيب اقعد الأول بس يا أستاذ سالم وهدي نفسك. اهدى ازاي يا حضرة الناظر والأستاذ حسن مدرس اللغة العربية أعلن الحرب علينا؟ حرب؟ أيوة، حرب يا حضرة الناظر، ومع سبق الإصرار والترصد. الأستاذ حسن ده أصبح خطر على المدرسة. تصور يا حضرة الناظر إنه بيحرض الطلبة ما ياخدوش دروس خصوصية. نعم؟ قال إيه؟ كفاية عليكم مجموعات التقوية بالمدرسة. هي حصلت ازاي الكلام ده؟ تصور يا حضرة الناظر، النهاردة الصبح وفي طابور الصباح وقدام كل الطلبة وعلى الملأ. طبعا مش حضرتك وافقت انه يكون المشرف على الاذاعه المدرسيه؟ ايوه، لاني وجدت فيه نشاط وحماس، ده غير ان الطالبات بتحبه ومتجاوبه معاه. جرى ايه يا حضره الناظر؟ انت معايا ولا معاه؟ مش تقعد الاول يا استاذ سالم؟ اقعد كده واستريح وفهمني قال ايه بالظبط. هقول لك يا حضره الناظر. اتفضل. الاستاذ حسن بعد تحيه العلم مباشره مسك الميكروفون وقعد يخطب، يقول ما فيش داعي للدروس الخصوصية، اعتمدوا على نفسكم، ارحموا اهاليكم شوية، حرام عليكم. بعدين في الأستاذ ده بقى بعدين. لا بعدين ولا قبلين. حضرة الناظر انت لازم تاخد موقف، لازم تعمل حاجة. يعني عايزني اعمل ايه بس يا أستاذ سالم؟ يا حضرة الناظر، يا حضرة الناظر، ده انت حضرة الناظر. ايوه انا الناظر. على فكرة قبل ما انسى، اتفضل يا حضرة الناظر. كل شهر وانت طيب. ايوه 4 6 5 8 9. ايه يا استاذ سالم؟ ايه يا حضرة الناظر؟ دول ناقصين 20 جنيه يا استاذ سالم. ايوه البركة في الاستاذ حسن يا حضرة الناظر. حسن؟ الطلبة يا حضرة الناظر بدأت تتسرب ومش عارف اتلم عليهم يا حضرة الناظر. حسن ده أصبح خطر، أصبح سوس بينخر في عقول الطلبة. أهلا أستاذ فوزي، أهلا. اتفضل يا أستاذ فوزي، اتفضل يا حضرة الناظر. إيه ده؟ ده طلب نقل يا حضرة الناظر، من فضلك وقع عليه أرجوك. ازاي الكلام ده يا أستاذ فوزي؟ في إيه؟ أنا ما أقدرش أتحمل أكتر من كده يا حضرة الناظر. ما هو خلاص القوالب نامت والانصاص قامت. اتفضل وقع. اقعد بس يا أستاذ فوزي، اقعد. إيه ده؟ هدي نفسك يا أستاذ فوزي. ده أنا وأعوذ بالله من قولة
أنا الأستاذ فوزي حجاج، مدرس أول اللغة الإنجليزية، أتهان على آخر الزمن. ومن مين؟ من أستاذ أبجد هوز، حط مش عارف إيه على إيه. جالك كلامي يا حضرة الناظر؟ قصدك الأستاذ حسن. يس اوف كورس. يا حضرة الناظر، احنا لازم نتخلص من الأستاذ ده. اقعد بس وفهمني عمل ايه يا أستاذ فوزي. اقعد بس، اقعد، هدي نفسك كده وهدي أخلاقك. قول لي عمل ايه. أنا هقول لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. وعليكم السلام. الله، رايح على فين يا أستاذ فوزي؟ رايح على فين؟ سلام عليكم وانت هنا قدامي يا أستاذ فوزي. سوري يا حضرة الناظر، مش قادر I can't. تصور انه تبلغ به الجرأة ويتدخل في حريتي الشخصية. مش كفاية انه بيحاربنا في الدروس الخصوصية؟ عشنا وشفنا. يا أستاذ فوزي، يا أستاذ فوزي، هدي نفسك وقول لي الأستاذ حسن عمل إيه بالظبط. أنا هقول لك يا حضرة الناظر من طقطق لسلام عليكم. سلام عليكم وانت واقف هنا يا أستاذ فوزي. أرجوك وحياتك يا أستاذ سالم اقفل الباب ده. اقفل الباب يا أستاذ سالم. حضرة الناظر. أيوة حضرة الناظر. أيوة. الأستاذ حسن من غير أستاذ. أيوة. بيهزأ بيا. نعم. قال إيه؟ أنت ليه بتصبغ شعرك؟ هو ماله يا حضرة الناظر، أصبغ ولا لأ؟ أنا ما أقصدش أحرج حضرتك يا أستاذ فوزي. وانت مالك يا أستاذ حسن؟ دي حرية شخصية. أنا معاك، بس ما تنساش إنك مدرس والمفروض إنك تكون قدوة حسنة للطلبة. لا ده كتير قوي. انت مالك؟ أرجوك يا أستاذ فوزي فهمني، أنا عمري ما قصدت أجرح شعورك. أكتر من كده؟ أنا ما كنتش هقول لك. واديك قلت. ده لأني سمعت بعض الطالبات بتسخر منك علشان انت هتغلط كمان. لا ده انت حد مسلطك عليا بقى. نو I can't. اما حاجة غريبة والله، هي راسي ولا راسك؟ اصبغ شعري اسود، اصبغ اصفر، اخضر، شعري وانا حر فيه، اصبغه واكويه. تحب اصبغه فوشيا؟ طيب، والقميص الشفتشي ده؟ لا يا أستاذ فوزي، لا مش معقول. القميص ده لا يليق بمدرس أبدا، ده أنت مربي أجيال. الله، جرى ايه يا أستاذ حسن؟ ايه يا أخويا، أنت عايزني أموت في طيس؟ لا أوه ماي جاد، I can't. أنت حر. شطب. إيه؟ شطب؟ حاضر يا أستاذ فوزي، حاضر. إيه اللي موقفك هنا يا شاطرة؟ ايه اللي موقفك في حجرة المدرسين؟ وعايزة ايه؟ وايه اللي مخرجك من فصلك؟ انت في سنة ايه؟ انا في ثالثة خامس وعليها الاستاذ فوزي. وانت واقفة هنا من امتى؟ من ساعة القميص الشفتشي. بنت اخرسي، هي حصلت. اتفضلي على فصلك بسرعة. يلا يا استاذ فوزي على حصتك. ايه؟ يلا على حصتك؟ طب مش داخل الفصل يا استاذ حسن. قلت ايه بقى؟ طيب وما دخلتش الفصل ليه يا أستاذ فوزي؟ الطالبات ذنبهم ايه؟ ازاي يا حضرة الناظر وحسن حرق دمي وتلف اعصابي؟ انا نسيت اقول لك ان طالبة من ثالثة خامس حضرت الواقعة، واكيد نشرت واقعة المعارك للكل الفصل، ومش بعيد كمان المدرسة كلها عرفت. إيه؟ يعني ايه؟ هنسيب الأستاذ حسن كده طايح فينا شمال ويمين يا حضرة الناظر؟ يا أنا يا هو يا حضرة الناظر. To be or not to be, that is the problem. To be or not to be. ما تقعد كده يا أستاذ فوزي، خليني كده أركز وأشوف هنعمل إيه بالظبط. أنا مش هقعد يا حضرة الناظر قبل ما تفكر في المشكلة دي. خلاص سيب الموضوع ده ليا أنا هتصرف. ايه يا حضرة الناظر؟ هتقتله؟ أستاذ سالم، قلت لكم سيبوا الموضوع ده ليا أنا حضرة الناظر. وهكذا أدركنا أن هذا الشاعر يكره الظلم بكل صوره، بل وينادي بالثأر من هذا الظالم. ولا ينسى الشاعر أن يستشهد بالقرآن الكريم، مما يؤكد أنه على دراية عظيمة بالثقافة الإسلامية. هذا من ناحية، واخدين بالكم يا أولاد؟ ومن ناحية أخرى وقد استخدم صورا بديعية جميلة،
فقد عاش الشاعر التجربة الشعرية، فكانت أبياته صادقة. صباح الخير يا أستاذ حسن. مش عايز أي طالبة تقف، اتفضلوا اجلسوا. الله، بقول لكم اجلسوا. اجلسوا يا فاطمة. ايه ده يا أستاذ حسن؟ ايه ده؟ انت بتتحداني قدام الطالبات؟ ازاي تمنعهم يقفوا لي احتراما واجلالا؟ انت نسيت انا مين وابقى ايه؟ حضرة الناظر، حضرتك دخلت الفصل من غير استئذان. كان مفروض تخبط قبل ما تدخل. وبعدين مش عايز صوت يا بنات. ايوه يا أستاذ حسن، ليك حق، بس يعني انا اعمل ايه؟ نسيت. ما انت عارف المدرسة دي مشاكلها كتير قوي. المهم فين دفتر التحضير؟ اتفضل يا حضرة الناظر، دفتر التحضير اهو، وده دفتر المكتب، وده دفتر الغياب. لا 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 يا أستاذ حسن، انت فهمتني غلط. انت طول عمرك مثال للمدرس المثالي، المدرس المهذب. ربنا يكتر من أمثالك يا أستاذ حسن. الله، يا سلام يا سلام يا أخي، يا سلام. إيه الخط الجميل ده ولا سلاسل الذهب. أشكرك يا حضرة الناظر. طيب يا ريت يا أستاذ حسن حضرتك تشرفني في مكتبي بعد انتهاء الحصة، أنا عايزك ضروري. وهو كذلك. عن إذنك يا أستاذ حسن، شد حيلكوا يا بناتي. قيام يا بنات، قيام لحضرة الناظر. امضي يا أستاذ حسن. امضي على كشف الفترة المسائية. ازاي يا حضرة الناظر؟ وانا ما عنديش فترة مسائية. أصلك ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه يا أستاذ حسن. الله، إيه يا أستاذ حسن؟ مالك؟ هو ده كشف المسائي يا حضرة الناظر؟ أيوة، ماله؟ أصلي شايف بعض أسماء غريبة مش موجودة أساسا في المدرسة. تقصد ال10 أسماء دول؟ يا سيدي، دول بقى موظفين في المنطقة التعليمية. امضي يا أستاذ حسن، بيتك أولى بالقرشين دول، امضي. بس ده حرام يا حضرة الناظر، ازاي ناس تقبل على نفسها فلوس ما تستحقهاش؟ هو يعني احنا لوحدنا اللي بنعمل كده يا أستاذ حسن؟ امضي يا رجل، امضي بقى، ما تنشفش ريقي. ده أنا بحبك. آسف يا حضرة الناظر. نعم. أيوة يا حضرة الناظر، ما أقدرش أخد حاجة مش من حقي. خلاص يا أستاذ حسن، نتكلم في موضوع تاني. خير؟ الأول لازم نشرب حاجة. ملوش لزوم يا حضرة الناظر. ودي تيجي يا أستاذ حسن، دي تيجي برضو. أنا افتكر الساعة لما الأستاذ الكبير حسن يشرفني في مكتبي. يا دادا نعيمة، انت يا دادا نعيمة. نعمين يا حضرة الناظر. هاتي حاجة ساقعة متلجة للأستاذ حسن وبسرعة. أيوة، بس أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة. مش وقته يا دادا نعيمة، هات الحاجة الساقعة الأول. ما قلتليش يا أستاذ حسن، إيه آخر أشعارك؟ إن شاء الله هيصدر لي الديوان الأول الأسبوع الجاي. أستاذ حسن، اوعى تنساني في نسخة من ديوانك. معقولة يا حضرة الناظر؟ والديوان ده سميته إيه؟ سميته دعيني أبحث عن ذاتي. الله الله الله، دعيني أبحث عن ذاتي. الله، إيه الجمال ده كله يا أستاذ حسن؟ اتفضل يا أستاذ حسن. أشكرك يا أم سيد. الله يكبر بخاطرك يا أستاذ حسن، كلهم بينادوني يا دادا إلا أنت ما بتقولش إلا يا أم سيد. روح ربنا يسعدك. بطلي رغي بقى يا أم سيد، روحي شوفي شغلك. ايه انت لسه واقفه؟ كنت عايزه اقول لك يعني يا دي الكسوف. الله، في ايه يا ام سيد؟ المعزه يا حضره الناظر. اشمعنى؟
بتولد. بتولد ايه؟ انت بتتكلمي جد؟ يا ما انت كريم يا رب. انت اتجننت يا دادا؟ معيز ايه وبتاع ايه وكلام فارغ ايه؟ لا مؤاخذة يا استاذ حسن. انا فعلا كنت ناوي اكلم حضرتك في حكايه المعيز والفراخ دي يا حضره الناظر. دي مدرسه يا حضره الناظر، مش حظيره. اعمل ايه بس يا استاذ حسن؟ اعمل ايه؟ ده نعيمه وجوزها قعدوا يتحايلوا عليا انهم يستغلوا فصل في المبنى القديم يربوا فيه فراخ ومعيز وكله بثوابه حسنا لله. على راي المثل اعمل الخير وارميه البحر. هنعمل ايه دلوقتي يا حضرة الناظر؟ هنسيب المعزة كده؟ وبعدين معاكي بقى، بعدين معاكي. عن اذنك لحظة واحدة يا استاذ حسن. يا ده يعني لازم تتكلمي قدام الاستاذ حسن ده، والاستاذ حسن ده بالذات انت تايهه عنه. ايه يا حضرة الناظر؟ الحق عليا اللي بحافظ على مالك. هو يعني المعيز دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ ها مش كتر خيري برضو؟ وطي صوتك وطي صوتك. طيب اعمل ايه بس دلوقتي؟ ما تعمليش. ما رحتيش ليه لحكيمة المدرسة؟ ما هي قاعدة فاضية اهي بتعبي الظل في ازايز. رحت لها قالت لي المعيز مش تخصصي يا دادا. بقى كده المعيز مش تخصصها. طيب اتصرفي يا دادا، ما تقفيش كده. خلاص يا حضرة الناظر انا هتصرف. هروح بنفسي للداية اللي جنب المدرسة. بسرعة يا دادا بسرعة. هات فلوس. ليه؟ جرى ايه يا حضرة الناظر؟ انت ناسي ان المعزة نفسة ولازمها غذاء؟ نسيت انها نفسة. خد يا دادا، خد بس اعملي معروف عشان تعذرني يا استاذ حسن، عشان تعذر حضرة الناظر يا استاذ حسن. قلت لهم كم مرة بلاش معيز في المدرسة. قعدت تبكي هي وجوزها، قعدت تبكي. انا قلبي حن حاكم، انا قلبي حنين رقيق قوي قوي يا استاذ حسن. اعمل ايه بس؟ اي حاجة يتعيشوا منها والسلام. ايوه على رايك. على فين يا استاذ حسن؟ عندي حصه وما اقدرش اتاخر. طيب يا ريت اشوفك تاني، اصلك هتوحشني قوي قوي يا استاذ حسن. ان شاء الله. أنا مش عارفة ليه أنت مش عايز تسير أمورك يا حسن. إحنا في زمن غير الزمن. ما اقدرش اشوف غلط واسكت عليه، ما اقدرش يا سميره. يعني عايز تغير الكون يا حسن؟ من راى منكم منكرا. يا أخويا أنت هتغير إيه ولا إيه؟ خليك في حالك. إحنا ورانا ولاد عايزين نربيهم. انا في حياتي ما شفتش مدرسه بالصوره دي. أنا مش عارفة أنت عمال تحرق في دمك ليه؟ مش عارفة. في الدنيا مدرس يلبس في ايده البتاع اللي بيقولوا عليها حظاظه دي؟ الحظاظه قال دي مسخره. بابا يا حبيبي تعالى يا احمد، خلصت الواجب؟ انا ايدي تعبتني يا بابا من كتر كتابة الواجب. بلاش دلع يا واد يا أحمد، روح يلا كمل الواجب بتاعك. ليه يا حبيبي؟ الله، خطك وحش كده ليه؟ أبلة حنان عايزة تتعبنا وخلاص. عيب يا احمد، عيب تقول كده على قبلتك. شايف مديانا واجب قد ايه يا بابا؟ الدرس ده نكتبه 10 مرات، والتمرين الحساب ده مرتين. زهقت من الكتابة، زهقت. وبعدين معاك بقى؟ فعلا الواجب ده كتير قوي على اللي في سنك، كفايه قوي مرتين. روح قول لها بقى، يمكن تسمع كلامك، مش انتوا زمايل؟ عيب كده يا احمد. الله، لا يا سميره، انا لازم اقابلها فعلا واعرفها ان الواجب ده كتير غلط. المهم التركيز، المفروض نحبب الطالب في الواجب مش نعقده. استاذ حسن، انت فاكر تقريرك السري السنة اللي فاتت؟ كان امتياز. السنة دي هيكون تقريرك امتياز مرتفع جدا. اللي تشوفه حضرتك. واحب اقول لك ان انا رشحتك في الحوافز المميزة. مش قلت لك انت قيمتك غالية عندي قوي 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 يا استاذ حسن؟
بس انت اللي مش واخد بالك. مش واخد بالك، مش عارف ليه. وايه تاني يا حضرة الناظر؟ وتقول ايه دلوقتي بقى لو قلت لك انك انت مرشح السنة دي تكون المعلم المثالي؟ اظن مفيش حاجة ابدا بقى بعد كده. حضرة الناظر، هل انا استاهل كل ده واكتر. ليه؟ من غير ليه. بس يعني انا عايزك يعني تخف على زمايلك شوية، وبلاش تحشر نفسك في مشاكلهم الشخصية. قصدك الاستاذ فوزي؟ الأستاذ فوزي وغيره. النهارده الصبح الأستاذة نادية عواد مدرسة التاريخ اشتكت لي منك، وقعدت تبكي بالدموع. لولا قعدت أصالحها وهد فيها وأمسح لها دموعها، وهي هاتي عياط. حضرتك شفت قد ايه المكياج اللي على وشها؟ احنا فين؟ احنا في مدرسة مش في كباريه. الأستاذة نادية راسها وألف صرمة قديمة تقول لجوزها يجي يتفاهم معاك بطريقته. ايه؟ وايه اللي دخل جوزها في الموضوع؟ قصدك ما انتش عارف جوزها؟ ولا عايز اعرفه. هيكون ايه يعني؟ جوزها يا أستاذ حسن مدرب ملاكمة في نادي الشباب الرياضي. عارف يعني ايه ملاكم؟ وليكن. يا أستاذ حسن اعمل معروف، دول ما بيتفهموش إلا بإيديهم، وانت عارف يعني إيديهم طرشة. يا حضرة الناظر، أبلة نادية. يا أستاذ حسن، إذا كنت أنت مستغني عن عمرك، أنا راجل صحتي على قدي وما أقدرش أستحمل بوكس واحد. اعمل معروف يا أستاذ حسن، اعمل معروف. كله كوم ونادي عواد كوم لوحده. طب ايه رأيك في الأستاذ صبحي غنيم؟ وبعدين بقى ماله هو ورع خر؟ مش عيب مدرس زيه يمضغ لبان في الفصل؟ تقدر تقول لي لو هيشرح ازاي واللي بان بقه؟ يا أستاذ حسن، يا أستاذ حسن أرجوك ارحمني شوية يا أخي. مدرسين آخر زمن. الله تكونش عايز ترجع أيام الطرابيش من تاني يا ريت يا حضرة الناظر، يا ريت. يا سلام على دي أيام. فاكر يا حضرة الناظر؟ هوا هتخنق مش لاقي هوا. ايه؟ هوا مالك يا أستاذ؟ مالك يا حضرة الناظر؟ ارحمني يا أخي، مش لاقي أكسجين أتنفسه. كفاية. خلاصة الكلام يا أستاذ، مش عايزك تحرض الطلبة إنهم ما ياخدوش دروس خصوصية. حد يا أخي كان اشتكالك؟ أيوة، ده غير اللي بشوفه من بعض المدرسين يا حضرة الناظر. في مدرسين بيرغموا الطلبة على الدروس الخصوصية بطرق ملتوية وأساليب حقيرة. حرام. كفاية يا أستاذ حسن، كفاية. تعبت قلبي معاك. جرى إيه يا أستاذ حسن؟ جرى ايه؟ انت من ساعة ما استلمت العمل في المدرسة هنا وانت تعبني. جبت لي الضغط والسكر والزيت. ويا عالم ناويلي على ايه تاني؟ اتفضل يا أستاذ. ممكن تستأذن، ممكن ما تستأذنش، بس اتفضل اخرج. اتفضل على فصلك، مش عايز اشوف وشك بعد كده. وما فيش داعي تشرب الحاجة ساعة دي. هات خسارة فيك. على حاجة ساعة قال ولا حاجة سخرة كمان. مع السلامة بقى كده. يلا. طيب أنا بقول لك إيه يا حضرة الناظر؟ ولا تقول لي ولا أقول لك. أنت أكيد عايز تفقع مرارتي، ولا يكونش عايز تجيب لي الصرع يا حسن. ربنا يسهل يا حضرة الناظر، بس يا ريت تحاول تلعب رياضة. رياضة؟ أيوة، الرياضة هتخليك تتخلص شوية من الكرش ده. شايف كرشك؟ مش عاجبني أبدا يا حضرة الناظر، أصله بيفكرني بفنطاس الجاز. فنطاس جاز؟ هي حصلت تتمهزق بكرش كمان يا أستاذ؟ الفنطاس جاز قال. ايه؟ كرشك مش عاجبه؟ لا يا حضرة الناظر، ده كتير قوي. لا ده ما يصحش ابدا. كله كوم وكرش حضرتك كوم. دي هزلت يستهزأ بكرش الناظر بتاعنا. ما قلت لك يا حضرة الناظر لازم نتخلص منه. ايوه يا أستاذ سالم، انت والأستاذ فوزي هو ده اللي انا بفكر فيه. عشان كده انا بعتلكم. ايه رأي حضرتك نذبحه
وهو بكرة الموسم وحلال فيه الذبح. هو يستحق الذبح، لكن انا مش عايز دم، مش عايز دم خالص يا استاذ فوزي. طيب ايه رأيك يا حضرة الناظر نرش عليه صفيحة بنزين ونولع فيه؟ ولا اقول لك ناخده على السكة الحديد ونرميه قدام القطر، ولا من شاف ولا من دري. ايوه وجدتها. ايه وجدتها. هي دي انا الناظر. هنا مخ مش ملوخية. حضرة الناظر ما تقول، شوقتنا. اسمع انت وهو، احنا هنلبسه تهمة تسرب الامتحان لبعض الطلبة. يا سلام يا سلام الله يا سلام عليك يا حضرة الناظر يا ابو الافكار. ايوه، عشان يبطل يعمل لي فيها صاحب مبادئ. بس ازاي يا حضرة الناظر؟ ايوه صحيح يا حضرة الناظر، ده عمره ما بيسيب الشنطة بتاعته ابدا. ما فيش حاجة اسمها مستحيل طالما هنكون ايد واحدة. انا معاك يا حضرة الناظر. بقى انا كرش مش عاجبك؟ عامل زي فنطاس الجاز يا استاذ. يا استاذ حسن يا ابو علي سرق المعزة. ادخل. استاذ حسن ايوه. حضرة الناظر عايز حضرتك ضروري. روحي قولي له انه عنده حصة. بيقول لك سيب الحصة. اصل ايه في ايه يا دادا؟ اصل بس عايزه اقول لك من غير ما حد يعرف من الطلبه ولا يسمع حاجه يا استاذ حسن. ايه؟ طيب عن اذنكم يا بنات، دقيقة واحدة. في واحد جاي يحقق معاك من المنطقه يا استاذ حسن. عشاني انا؟ ايوه. معقول يا حضرة الناظر انا اسرب الامتحان؟ انا مش ممكن، اكيد انتوا غلطانين. هدي نفسك بس يا استاذ حسن. الموت عندي ارحم من اني اسمع الكلام ده. طب ليه يا استاذ حسن؟ اقعد يا ابني اقعد. البيه المحقق جاي دلوقتي يستجوبك. لا ده انا طول عمري مثال الشرف والامانه. طبعا. حرام فعلا. استاذ حسن، المحضر اللي جالنا ضدك مرفق معاه نفس اسئله الامتحان. محضر؟ امتى الكلام ده؟ وازاي ده حصل؟ قبل الامتحان باسبوع. مش انا اللي اعمل كده يا استاذ. قول حاجه يا حضرة الناظر، ما انت عارفني كويس، ساكت ليه؟ انا نفسي يا استاذ حسن ما كنتش مصدق. اي والله بس اعمل ايه؟ اكتشفنا بالصدفه والله. بعض الطالبات قدروا يحصلوا على الامتحان، ولما المدرسين عرفوا كده صمموا انهم يعني صمموا. مش ممكن. انا مظلوم يا ناس، حرام عليكم. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن. مش بس كده، واستبعدوني كمان من التدريس. لا حول ولا قوة الا بالله. عشان انا ايه؟ مش امين على المهنة. معقول؟ بس انا مش هسكت. طبعا ما تسكتش، اوعى تسكت يا حسن. بوسطة الا بالله. حسن ابو العريف، بوسطة. الظاهر ان في جواب علشانك. يا ترى من مين؟ ايوه انا جايه اهو. بقى بعد العمر ده كله يحصل لك كده يا حسن؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. منين الجواب ده يا سميرة؟ من الضرايب. ضرايب؟ اكيد البوسطجي غلطان. ازاي بس؟ والاسم والعنوان مظبوطين. وريني كده. طب وانا مالي بالضرايب؟
اللهم اجعله خير. ايه ده؟ انا مش واخد بالي. ايه ده؟ في ايه؟ مكتوب ايه؟ ايه؟ مطلوب منكم 10,000 جنيه يا لهوي، قيمة الضرائب المستحقة عليكم نظير الدروس الخصوصية. يا مصيبتي، دروس خصوصية؟ وانا من امتى بدي دروس خصوصية؟ مش ممكن. ابطل وده واسمعوا ده، يا ربي معقول كده؟ ازاي يا ناس؟ ده انا طول عمري بحارب الدروس الخصوصية. ايوه جاي، ايوه حاضر حاضر. وعندك كمان من زمان يا حسن ما قعدتش على قهاوي. ايه معلش يا حسن، شدة وتزول يا اخويا. بس هي القهوة زحمة كده ليه؟ غريب. انا مش شايف غير شباب. معقولة؟ زمان ما كانش يقعد على القهوة الا العواجيز واصحاب المعاشات. زمن غريب. بالذمة ده مش حرام؟ ايوه. ايه؟ ايوه يا سعاده البيه، تشرب ايه؟ انا مش بيه. انت اجدع من اياتها بيه. ما قلتليش سعادتك تشرب ايه؟ اشرب ينسون. وعندك ينسون وصلحه. يا خسارة يا خسارة. والفجر بعيد والليل كتاب، لم يبقى لي إلا الصمت. كرهت الصبر، كرهت الصمت. والليل طويل وربيع العمر ضاع. في قلبي غابة عشق. لا مؤاخذة يا أستاذ، ممكن أسأل حضرتك سؤال عدم المؤاخذة؟ اتفضل. أنا شايف عدم المؤاخذة حضرتك عمال تفكر وتكتب وتكتب وتفكر. هو حضرتك مؤلف ولا مؤاخذة؟ ده بيتين شعر بكتبهم قبل ما انساهم. يبقى أفهم بقى من كده إن حضرتك شاعر. أيوة بس على قدي. على فكرة بالمناسبة، أنا صدر لي ديوان شعر. اتفضل، ده الديوان الأول بتاعي. ديوان؟ أي. دعيني دعيني أبحث عن ذاتي. الله الله، كنت فاكرها دعيني، طلعت دعيني. حاجة حلوة أوي. الله الله، ده أنا اتشرفت بيك أوي يا أستاذ حسن، مش كده برضه؟ أشكرك. أيوه محسوبك بقى إبراهيم الحنفي. اليانسون يا بيه. أهلا وسهلا. اليانسون ده عنده ربيع. ملوش لزوم يا استاذ ابراهيم. لا اياته الخدمه تانية يا استاذ ابراهيم. هات لي قهوه مظبوطه ربيع. من عناية يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. اهلا. هي دعيني مش دعيني. حلوه. انا سعيد جدا والله اني تعرفت على حضرتك. اي والله. ده بس من ذوق حضرتك يعني. بقول لك ايه يا استاذ حسن. ايوه فندم. انا عايزك يعني تكتب لي كام اغنيه كده، اصل انا محتاجهم ضروري. اغاني؟ ليه؟ اصل السوق كابس عليا اليومين دول قوي، ومش عارف اتلم على مؤلف اغاني مجدع زيك كده. لا مؤاخذه. هو حضرتك لا مؤاخذه، نسيت اقول لك ان صاحب شركه انتاج كاسيت وفيديو. والكارت ده بتاعه. اتفضل، ده عنوان مكتبي. قلت ايه؟ بس انا ما بكتبش اغاني. انا بكتب قصائد شعر. قصايد ايه بس يا استاذ؟ القصايد دي كانت زمان. والله. معقولة يا استاذ ابراهيم. شكرا يا ربيع. بقول لك ايه يا ربيع، هات قهوه للاستاذ حسن على حسابي. ارجوك يا استاذ ابراهيم، ارجوك، انا مش هقدر. لا لازم تشرب قهوه. قهوه ايه بس؟ انا لسه ما خلصتش اليانسون. وماله، هات ده مع ده زي ما بقول لك يا ربيع، وبسرعه بسرعه يا حبيبي. طب مش الاول اعرف قهوه الاستاذ ايه؟ يا استاذ ابراهيم مفيش داعي. لا ما تقولش الكلام ده، لازم تشرب قهوه يا استاذ حسن. احنا خلاص بقينا اصحاب اصدقاء يعني. انت لسه واقف يا ربيع؟ روح هات القهوه. الله، هي بتفرق عندك يا جدع مظبوط ولا على الريحه؟
كنا بنقول ايه؟ انا عايزك تكتب لي اغاني تعجب الناس، اغاني تكسر الدنيا. فهمني يا استاذ حسن، اغاني كده شفتشي. شفتشي؟ يعني عايز اغنيه تقول: ايها القلب ويحك، لفاتنة العينين اسلمت امرك. يا استاذ حسن بقول لك اغاني الشفتشي، يعني بالعربي اغاني هلس مسخره. امال ايه؟ انت هتغلط ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ لا لا لا. انا اسف اللي ضيعت وقتي معاك، عن اذنك. لا 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 استنى بس يا استاذ حسن، انت زعلت؟ ارجوك حاول تفهمني. اقعد بس، اقعد عشان تفهمني، عشان خاطري اقعد. الاغاني هلس ومسخره قال. بقى انا حسن ابو العريف، مدرس اول اللغه العربيه وصاحب ديوان دعيني ابحث عن ذاتي، اجي على اخر الزمن واكتب اغاني هلس؟ ما هو بس لو تفهمني حضرتك. يعني عايزني اكتب لك اغنيه مثلا بتقول: دوخيني يا لمونه، اللي تعبني البت سونا. هو ده اللي انا عايزه. دوخيني يا لمونه، اللي تعبني البت سونا. الله يفتح عليك يا استاذ، ده انت استاذ الكل. هو ده. بقول يا استاذ حسن، يا ريتك تجيب لي الاغنيه دي بكره عشان خاطري. بكره تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل عربون اهو. الله، ايه يا استاذ حسن؟ اقعد بس، اقعد ارجوك. رايح فين؟ اهدى بس، اهدى. أنا اللي بحارب طول عمري الألفاظ السوقية وأحافظ على اللغة العربية، أجي في آخر الزمن وأعمل كده. تعمل إيه؟ تعال يا ربيع، خد ثمن اليانسون والقهوة ومش هشربها. انت اللي بتقولي الكلام ده يا سميرة؟ وفيها ايه؟ هو انت بتسرق؟ اكتر يا سميرة. لما الانسان يسرق نفسه، يسرق مبادئه، يسرق كيانه، يقتل احساسه، ايه تاني هيفضل الانسان يا سميرة؟ مش هيفضل الا لحم وعظم ودمتم. يا حسن الحياة صعبة، والولاد بتكبر ومشاكلهم بتكتر، ومرتبي على مرتبك اهو زي ما انت شايف، مش ملاحقين. استغفر الله العظيم. تقدر تقول لي قبضت ايه من تحت راس الديوان الاول للشعر بتاعك اللي قعدت تسهر فيه طول الليالي؟ ملاليم. يا دوبك بيضنا الشقة وجبنا هدمتين للعيال. ما قلتلك قبل كده، ده جزء من حقي على بال ما يبيعوا باقي النسخ. موت يا حمار بقى. الله، انت اتغيرتي قوي يا سميرة. وايه اللي في الدنيا ما اتغيرش يا حسن؟ بص حواليك، انت اللي عايز تفضل محلك سر يا حسن. دي فرصة وجات لحد عندك. انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ ما تكتب. ليه ترفض 200 جنيه العربون؟ بابا انت جيت؟ ايوه يا احمد، ايه اللي صحاك يا حبيبي؟ انا مش عايزه اروح المدرسه دي يا بابا. ليه يا احمد؟ قبل سعاد عايزاه اخد درس خصوصي عندها. ازاي الكلام ده انت والحمد لله شاطر وانا متابعك بنفسي اول باول. مش ممكن. اصل يا بابا الفصل كله بياخد درس عندها ومفيش الا انا وكام واحد. يا بابا انا خايف قوي. لا يا حبيبي، ما تخافش يا حبيبي، انا رايح المدرسه معاك بكره باذن الله. ادخل انت نام والصباح رباح. يا بابا عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا، احسن الابله تضربني ضربه في قلبها. ما قلت لك يا حبيبي ما تخافش. اشكرك يا بابا، اشكرك قوي. تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيبي. ما تستغربش يا حسن، الدنيا كلها بقت ماشيه على كده. والمبادئ والمصر كلام. سميرة، مش انا لوحدي اللي بقول الكلام ده يا حسن. في الزمن ده اللي معاه قرش يساوي قرش. غلط يا سميرة. المثل ده مش مظبوط، المثل ده مثل احمق. انا قلبي وجعني من المناهده معاك، انا تعبت، انا داخله انام يا اخويا. تصبح على خير. معقول يا حسن؟ انا مش قادر اصدق. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ يا خساره يا حسن. اللي معاه قرش يساوي قرش. عايزك تكتب لي كام حته اغنيه، اصل محتاجهم ضروري. قصايد ايه يا استاذ حسن؟ القصايد دي كانت زمان. اي والله
وفيها ايه؟ هو انت بتسرق؟ يا استاذ حسن بقول لك اغاني شفتشي، يعني بالعربي اغاني هلس مسخره. تقدر تقول لي قبضت قد ايه من تحت الديوان بتاعك بتاع الشعر اللي قعدت تسهر فيه الليالي ده كله؟ ملاليم. عشان خاطري يا بابا لازم تيجي معايا، احسن الابله تضربك. تحب تاخد 200 جنيه عربون دلوقتي؟ اتفضل يا عربون. ايه اللي ما تغيرش في الدنيا يا حسن؟ دي فرصه وجات لحد عندك، انت ليه مش عايز تكتب اغاني؟ اكتب يا حسن. حسن اكتب يا حسن. حسن اكتب يا حسن، ما ترفضش ال 200 جنيه عربون. اكتب يا حسن، اكتب اكتب. وبعدين يا حسن هتستسلم؟ غريبة، هتستسلم ليه؟ ما تكتب. فيها ايه؟ ايوه بس ما بسش ولا حاجة. اكتب يا حسن، اكتب. طيب انت خسران ايه يعني؟ او كلام في الهوا. ماشي. مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوى. حلوة دي، حلوة. مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوى. أنا نفسي يا حبيبي ناكل تفاح سوا. هو ده، ايوه كده. مرجحني يا حبيبي، مرجحني في الهوا. مرجح. كنت فين يا استاذ؟ ده انت تحفه، ده انت لقطه. الاغنيه دي هتكسر السوق. مبسوط يعني؟ احنا لازم نكتب العقد دلوقتي حالا. وعلى فكره انا لازم احتقرك. ايه؟ ايوه يا استاذ حسن، هحتقرك يعني هحتقرك. هي يا استاذ وكمان بتعيدها، هي حصلت. ايوه هحتقرك. تحب احتقرك لمده سنه ولا اقول لك لا هحتقرك 5 سنين؟ ايه يا استاذ حسن؟ طب انا بضحك، انت بتضحك على ايه يعني من المؤاخذه؟ لان حضرتك جاهل. نعم. أيوة. جاهل. انت قصدك تقول لي احتكرك إيه؟ مش احتقرك. فهمت يا جاهل؟ وتفرق ايه عدم المؤاخذه؟ لا دي تفرق كتير قوي يا ابراهيم يا حنفي. مش مهم. قلت ايه؟ في ايه؟ في البتاعه احتكرك اللي انت قلت عليها دي. انا اولا ما بحبش كلمة الاحتكار ولا الاحتقار. لا اصل انا بقى بصراحة خايف حد يخطفك مني. يخطفني؟ ما تأخذنيش يا استاذ حسن، اصل السوق اليومين دول مليان واغش. طيب مش الاول اعرف هتعاملني ازاي؟ انا تحت امرك. اتفضل، ادي 300 اهية فهم اهو. 300 اهية؟ رزق الهبل على المجانين. وحضرتك بتقول حاجة؟ لا مفيش. احنا هنشرب القهوة اللي هي وتيجي معايا المكتب، اخدك معايا في العربية الخنزيرة. خنزيرة؟ ما هي دي اللي قدام القهوة. بس مش حرام ركوب الخنزيرة؟ حلوة بتاعي. ده انت باين عليك ابن نكتة. هات 2 قهوة مظبوط بسرعة يا ربيع. أيوة. ولو حد سأل عليا انا في المكتب. يلا على الخنزيرة. ايوه كده فرحت قلبي. طب قومي بقى هاتي لي اكل، انا هموت من الجوع. من عينيا يا جوزي يا حبيبي. ايه حبيبك؟ ده انت ما قلتليش الكلمة دي من ساعة ما اتجوزنا. لا وايه، عامله لك المحشي اللي انت بتحبه يا حبيبي. ايه ده دي دنيا مصالح يا عم صالح. دقيقه واحده احضر لك الاكل بسرعه. سبحان مغير الاحوال. ايه ادي حال الدنيا يا حسن، دنيا. بكره حسن يبقى عندك خنزيره زي ابراهيم الحنفي. كل اللي عليك انك تكتب اي كلام. اتفضل العشاء يا حبيبي، يا حبيبي يا بولادي. هما العيال اتعشوا؟ وفي 7 نومه، كله
كله نام يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن، امال فين الفلوس؟ نفسي والنبي اشوفهم. اشم ريحتهم، امل عينيا منهم، ربنا يخليك. اتفضلي يا زوجتي العزيزة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الله شايف شكلهم يسر القلب الحزين، الله شكلهم يفرح قوي. اطمني يا ستي، من هنا ورايح هتشوفي فلوس زي الرز. ربنا يخليك يا رب. انت بس تقعد تكتب تكتب تكتب، وانا عليا هكون خدامه تحت رجليك. اي والله. وان حبيت كمان اسهر معاك، اونسك واعمل لك الشاي واعمل لك القهوه، بس انت تكتب. ايه مالك يا حسونه، مالك يا حبيبي؟ مش قلتلك يا سميرة 100 مرة تنقي الرز كويس يا سميرة؟ يقطعني يا اخويا، اصل النور كان مقطوع. حد ينقي الرز في الضلمة يا سميرة؟ غصب عني يا حبيبي بقى، وبعدين بقى يا سونا الله. طب خلاص قومي اعملي لي فنجان قهوة مش واكل. احسن. ايه؟ يقطعني، ما اقصدش والله، ما اقصدش يا حسونه، اصل انا كان قصدي يعني تكتب كام اغنيه يشرحوا القلب الحزين. حسونه؟ دقيقه واحده اعمل لك فنجان قهوه يعدل دماغك. ها ايه ده؟ يلا يا حبيبي يا مجنني. ظريف المطلع ده. يا حبيبي يا مجنني، منك انت يا معكنني. حلو. يا حبيبي يا مجنني، منك انت يا معكنني. مش ممكن، ايه العظمه دي كلها؟ ايه ده؟ فعلا انت استاذ واستاذ الاساتيذ واستاذ على الحق كمان. اي والله. يا سلام يا حبيبي يا مجنني، منك انت يا معجنني. على فكرة الخمس اغاني دول تعبوني قوي يا استاذ ابراهيم. ما عندكش فكرة قد ايه كانت المعاناة فيهم. طبعا مش احنا فنانين لازم نتعب. امال دول 5 اغاني. فاهم يعني ايه 5 اغاني؟ وانا تحت امرك يا استاذ حسن. اتفضل، ادي الباكو ده دلوقتي بس، وبكره فوت على ياخد الباقي. لا احنا ما اتفقناش على كده يا استاذ ابراهيم. بص عليك يا استاذ حسن، انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا هم دول فعلا اللي معايا دلوقتي. اصل النهارده السبت والبنوك قافله زي ما انت فاهم. بكره تاخد باقي حقك وفوقهم 100 بوسه. ماشي. طب ايه رايك بقى تروح معايا المكتب ده دلوقتي، اعرفك على المطربه الجديده اللي هتعبي الشريط. ايه؟ قوم وبالمره تشوف المكتب بتاعي. قوم يا استاذ قوم. مش ممكن، شيء مش معقول. انا مش عارف الشوارع بقت زحمه ليه كده. الله، مالك يا استاذ حسن؟ ايه؟ لا ده انت مش معايا خالص، اكيد بتفكر في اغنيه جديده. يعني اذا كان كده يبقى اسيبك تروق الاناني وتلعلع. لا مش للدرجه دي. المطربه الجديده دي انا اللي اكتشفتها. ازاي؟ كنت معزوم في فرح، غنت اغنيه بلاش يا فله تملي القله. عجبني صوتها، عرفتها بنفسي، وافقت تشتغل معايا. واهلها؟ طبعا وافقوا، واتفقت معاهم يدفعوا لي 5000 جنيه تحت الحساب. ايه؟ غريبة. ايه هو؟ يدفعوا مبلغ زي ده؟ ازاي؟ ده بدل ليك حق تستغرب، اصلك جديد في الكار. فهمني. ايه عايز تعرف سر الصنعة ولا ايه؟ يا ريت. المبلغ اللي بيدفعوه ده بياخدوه مرتين واكتر بعد ما الشريط يتسوق. تنسيت حجز الاستديو وتمن الدعايه، ده غير الالاتيه. هقول لك ايه ولا ايه؟ ده حرق دم، ده احنا بنتعب. ايوه بس ازاي يغامروا بمبلغ زي ده يعني؟ بالعكس، عموما ده يتوقف على شطارتي انا. فعلا عالم غريب. العبد لله اللي قدامك ده اكتشف اصوات كتير قوي، ولعلمك بقى انا بدات حياتي بالطريقه دي، وهو زي ما انت شايف. ربنا يديلك. خليك بس مع ابراهيم الحنفي وانت تاكل الشهد.
النهارده اتعرفت على منتج سينمائي طلب مني اني اكتب له كام حته للفيلم الجديد بتاعه. ايوه كده فرحت قلبي. بكره صورك بقى تملى الجرايد والمجلات والصحف والكل حاجه في الدنيا. سلام. نفسي بس اكمل المشروع اللي قلت لك عليه. انت مش قلت هتشتري عربيه الاول؟ وحياتك من بكره لا اكون شاري العربيه واخر موديل كمان. اذا كان كده يبقى لازم تصبر شويه على مكتب الدعايه والاعلان اللي انت عايز تفتحه ده. صبرك بس، انا بس اخلص اغاني الفيلم ده وفي كام حاجه كده عايز اخلص منها. روح ربنا يفتحها في وشك يا حسن يا ابن حسن. هو انت امك اسمها ايه؟ الله. ايه يا سميره، هي الفرحه نسيتك اسم امي ولا ايه؟ يا دي العيش. يقطعني معلش. على فكره اول مشوار بالعربيه هيكون عند امي. وماله يا اخويا وماله، ويا ريت تجيب لها هديه حلوه قوي كمان علشان تدعي لك. اما المشوار التاني بقى هيبقى المدرسه. ايوه لازم اشوف الناظر ابو كرش ده وتوابعه، وحشوني قوي. يا سلام عليك يا حسن. ايوه مش قادر انسى منظر الناظر وهو شمتان فيا، مش قادر انسى نظرات الزملاء والزميلات. سمعت كلام وكأنه سكاكين بتقطع في قلبي. مش قادر انسى دموع الطالبات على الاستاذ حسن مثلهم الاعلى. ما صدقوش انه يبيع ضميره ويسرب الامتحان. مش قادر انسى منظر الاستاذ فوزي حجاج وهو عامل زي الديك الشركسي والفرحه مش سايعاه لما حولوني لمجلس تأديب. ولا الأستاذ سالم أنا مش عارفة إيه اللي فكرك بالمدرسة دي دلوقتي. أنت مش بتقول إنك مبسوط في الوظيفة الجديدة اللي في الإدارة التعليمية؟ الأسبوع اللي فات موجه أول اللغة العربية قال لي ارجع المدرسة تاني يا أستاذ حسن، ارجع للتدريس. خسارة يا أستاذ حسن تبعد عن التدريس. لا يا حسن، لحد كده كفاية قوي. على رأيك بعيد عن الطباشير ودفاتر التحضير ووجع الدماغ. خلاص عايز تروح للناظر ليه تاني؟ اروح اشكره طبعا وبالمره اطمن على كرشه. البحر بيضحك ليه وانا نازله الدله عامله لا الله 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 الله. ايه الصوت الجميل ده؟ مش معقول مش معقول، ده ولا دعاء الكروان. صحيح يا استاذ. يا باركيلي يا ماما. الف مبروك يا عطيات يا بنتي. هو صحيح صوتك معيزي لكن معيزي يعني ايه معيزي يا ايوه استاذ؟ ما تاخديش في بالك يا عطيات، بالعكس الموضه اليومين دول الصوت المعيزي. ايوه والله. كل ما كانت المغنيه صوتها معيزي كل ما الشريط يبيع اكتر. ما هو البركه فيك يا استاذ، وحياتك يا استاذ طول النهار عماله تمقمق في البلكونه. اطمني يا مدام، بنتك هتكسر الدنيا، هتسوي الهوايل. اكتمي يا عطيات دلوقتي. اصلي يا ماما، اصلي فرحانه قوي يا ماما. بكره هشتهر وابقى صاحبه المليون شريط. انا بقى حنفيس فتي ده حمامه. ولا ما تقوليش ام كلثوم ولا امينه رزق. خدي راحتك، من النهارده انسي ان اسمك عطيات بالمره. نغيره يا استاذ، هو يعني الاسامي بفلوس؟ اصل انا شايف ان اسم عطيات ده جد قوي ومش ماشي يعني. ايه رايك يا استاذ في اسم ايه؟ لولا اللهلوبه. يعني كويس. عموما انا هفكر لك في الاسم وبعدين اقول لك عليه. والنبي يا استاذ. المهم نتكلم في التفاصيل. واحنا تحت امرك يا استاذ. احنا تحت امرك والنبي يا استاذ. المطلوب منكم 7000 جنيه. بس ده كتير قوي يا استاذ. ده الاستاذ مجدي خروب السمسار قال لنا 5000 جنيه بس يا استاذ. صحيح يا استاذ، واحنا عملنا حسابنا على كده. انا اسف يا مدام، هي دي شروطي. يعني ايه؟ مش هغني يا ماما، مش معقول كده، مش هغني. مفيش يا بنتي غير ان ابيع القراطين اللي حيلتي في البلد. خلاص. ما هو لازم تغني. ايوه امال هنسيبك كده؟ كده نبقى اتفقنا. لا يا استاذ حسن، نو.
احنا اتفقنا ان الشريط التاني يكون بالنسبة. مش كفاية خسرتني في الشريط الاول؟ لا يا استاذ حسن، impossible. ما حدش اشتغل معايا وخسر يا مدام سوسو، انت عارفة كده كويس. انت نسيت ان كل شرايطي اتباعت في السوق. الناس كانت بتقطع بعضيها عشان تشتري الشريط بتاعي. شرايطي كانت بتتباع في السوق السودا يا استاذ. وانت نسيتي الدعاية اللي عملتها لك؟ انا ما كنتش محتاجة للدعاية دي كلها، ده انا صوتي يجنن. انت مغرورة يا مدام. impossible. قصر الكلام طلباتك. نسبتي تكون في الشريط التاني 50%. لا انت باين عليكي خرفتي. ده سب علني بقى. سميها زي ما تسميها. انا مش ممكن اسكت على كده ابدا. اضربي راسك في الحيط. انا لازم ارفع عليك قضية، ما اقدرش اتحمل كل الاهانات دي. انت فاكرة نفسك ايه؟ انا اللي عملتك. واحب اقولك عاجبك تشتغلي معايا في الشريط التاني بشروطي انا؟ اهلا وسهلا. مش عاجبك بالسلامة. انا مش ابدا على ال50% بتوعي. انت بتحلمي بقى كده. طيب يا استاذ حسن، بكرة تندم على كل كلمة قلتها. اما شوف انا ولا انت. من فضلك فين أوضة وكيل النيابة؟ آخر أوضة على إيدك الشمال. صباح الخير يا بيه. صباح النور. حضرتك بعتلي. معقول؟ الأستاذ حسن؟ اتفضل اقعد اتفضل. أشكرك يا بيه. يا شوف الدنيا. حضرتك تقصد حاجة يا بيه؟ تشرب ايه؟ شكرا يا بيه، أنا متشكر أوي. طبعا مش فاكرني. أي خدمة. تشرب ايه يا بيه؟ يا بيه العفو، أنا وبعدين معاك يا أستاذ حسن، ده أقل واجب. طيب قهوة مظبوط. هات قهوة مظبوط يا سمير. حاضر يا فندم. أستاذ حسن بص لي كويس كده، مش فاكرني؟ يا سعادة البيه أنا جمال شاكر. جمال شاكر؟ جمال شاكر. الاسم ده فعلا لسه عالق بذهني، بس أنا طيب أنا هريحك من التفكير. يا ريت يا سعادة البيه. أولا بلاش تقول لي يا سعادة البيه، قول لي يا جمال. ما يصحش يا سعادة البيه. لا يصح ونص. حضرتك كنت أستاذي وما زلت، وهفضل طول عمري مديون لك. أستاذ حسن أنت كنت مثلنا الأعلى، كنا بنعتبرك أب. طيب فاكر الطالب اللي اتخانق مع ابن مدير المدرسة ومدير المدرسة أصر إنه يفصل الطالب ده؟ أيوة افتكرت. انت جمال شاكر. انا ما اقدرش انسى حضرتك لما وقفت قدام مدير المدرسة، وقفت في صفي واتحديت المدير عشاني. قد ايه كنت شجاع يا استاذ حسن. لاني رفضت الظلم، وخصوصا بعد ما عرفت ان الطلبة زمايلك الحكاية، واتأكدت انك كنت مظلوم فعلا. الموقف ده علمني كتير يا استاذ حسن، علمني اكره الظلم. مهما كان الظالم لازم المظلوم ياخد حقه. الله، أنا فخور بيك جدا يا جمال بيه. بس أنا زعلان منك يا أستاذ حسن. زعلان؟ معقول الأستاذ حسن أستاذ اللغة العربية يكتب الأغاني الهابطة دي؟ ما تزعلش مني يا أستاذ حسن، حضرتك علمتنا الحق. جمال بيه، خسارة يا أستاذ حسن. أنا كنت بحسب تشابه في الأسماء، لكن للأسف الشديد تطلع أنت هو ده الأستاذ حسن اللي خلانا نحب اللغة العربية. فاكر يا أستاذ حسن الطالب اللي كان بيتلفظ بألفاظ سوقية كنت بتعمل فيه إيه؟ الحكاية يا جمال بيه إني أنا تركت مهنة التدريس علشان تهمة حقيرة ماليش ذنب فيها. وليكن. خسارة. تقدر تقول لي كام مدرس في بلدنا زي أستاذ حسن؟ البلد محتاجة للي زيك. صحيح حضرتك كسبت فلوس كتير من الأغاني الهابطة دي طبعا، لكن حضرتك نسيت إن السعادة مش في الفلوس. السعادة الحقيقية في الإيمان بالمبادئ، السعادة في العطاء. أنا لسه فاكر جملة حضرتك قلتها لنا زمان.
فاكر لما قلت ايه قيمة الانسان لو كسب كل الدنيا وخسر نفسه؟ انا خايف لا تكون حضرتك نسيت الجملة دي. كفاية يا ابني، كفاية يا جمال. انا ما جبتش حاجة من عندي يا استاذ حسن، انا بفكرك بس بالدرس اللي حضرتك علمته لنا. حضرتك بتبكي؟ انا اسف يا استاذي العزيز، حقيقي انا اسف جدا. ارجع المدرسة، البلد محتاجة للي زيك. واذا كان لازم يعني تكتب اغاني، اكتب الاغاني اللي حضرتك علمتها لنا، الاغاني اللي لها هدف جميل، هدف نبيل. صدقني هتكسب، وهتكسب كتير. استاذ حسن حضرتك معايا؟ مالك يا استاذ حسن؟ فكر في كلامي كويس، ده مش كلامي انا، مش ده اللي حضرتك علمته لنا، مش كده ولا ايه يا استاذ حسن؟ كنتم مع حكاية الأستاذ حسن. اشترك في التمثيل صلاح عفيفي، منى الأمير، مهجة البطوطي، شادية حسني، أحمد حسن، باسم محفوظ، والأطفال شمس وباسم. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم ورضا الضفراوي. حكاية الأستاذ حسن، تأليف لطفي عبد الغني، إخراج محمود فتح الله.